النهاردة هعمل معاكم المنين بالعجوة بطريقة حلوة وجميلة، وكمان هتطلع معاكي تحفة ناعمة بقى ومقرمشة وجميلة جدا واحلى ما بتجيبيها من اي فرن في حياتك. الطريقة دي طريقتها سهلة وبسيطة، وكمان هتطلع معاكي بنفس الشكل الجميل اللي انت شايفاه ده. طبعا عايزاك تشوفي الوصفة للنهاية ولايك وشير لو عجبك الفيديو. اول حاجه هجيب معايا في الوصفه كيلو دقيق، هياخد معايا كوبايه سمنه سايحه تكون دافيه شويه، وكوبايه زيت، كوبايه لبن، معلقه خميره فوريه، معلقه بيكنج باودر، ومعلقه شمر وينسون. وكمان هحط معلقتين سكر بودره ناعمين، ومعلقه كبيره او معلقتين سمسم. هقلب الخليط ده كده كله مع بعضه كده كويس جدا، المواد الجافه دي كلها مع بعضيها. وبعد كده هنزل عليها بكوباية السمنة السايحة اللي انا مدفيها على النار، وعليها كوباية الزيت. هقلب برضو كده بالمعلقة، بس اخلط بس المكونات، وهبدأ بقى ايه هعمل لها عملية ايه ان انا هبسها بايديا زي ما بس الكحك بتاع العيد بالظبط. طبعا العجينة دي هي عجينة القراقيش، الاتنين واحد، تقدري تعمليها منين وتقدري تعمليها قراقيش، فهي عجينتها واحدة مفيش اي اختلاف فيها. بس العجينه كده زي ما انتوا شايفين بالطريقه ديت لغايه لما اخلط كل الدقيق مع بعضه، زي ما بعمل زي ما قلت لكم كحك العيد. افضل ابس فيه كده عشان يديني النعومه بتاعه العجينه. لما بتدخل الفرن بتطلع معاكي مقرمشه وناعمه، بتبقى هي دي النتيجه بتاعتها. بعد كده هنزل عليها بكوبايه لبن يكون دافي زي قطره العين كده، عشان في خميره معايا في الوصفه. هبدأ بقى اقلبها كده بايديا، انا مش هعجن عشان مش عايزه اعمل عرق في قلب العجينه، انا بقلب بس. طبعا بعد ما قلبتها اسيبها بقى ترتاح لمدة ربع ساعة كده على الرخامة. وبعد كده هبدأ اجيبها قطعة قطعة، هبدأ افردها زي ما انت شايفة، وهسويها بالسكينة كده بتنجبق عشان تطلع معايا حلوة. بعد كده هبدأ اجيب عجوة. طبعا كلنا عارفين العجوة، كلنا بنعجنها كده بايدينا بمعلقة سمنة او معلقة زيت. بتعجنيها وبعد كده بتطرى معاكي كده بايديكي، وتبداي بقى تجيبي قطعه قطعه تفرديها زي ما انت شايفه كده على العجينه، تسويها. المهم ايه تخلي العجينه كلها متغطيه بالعجوه، وهبدا افردها كده بالفراده بتاعتي عشان خاطر تلزق في قلب العجينه، وابدا بقى ايه اعملها رول. دي اول خطوه من خطوات المنين الطريقه الصح ليها. هبدأ كده بقى اشكلها رول زي ما انتوا شايفين، وعند اخر حتة في الرول لازم اقفلها كويس جدا عشان ما تتفتحش معايا في الفرن. دي اهم خطوة. هجيب بقى قطعة البيتزا او سكينة تكون معاكي حلوة كده حامية، عشان خاطر تقطع معاكي العجينة وما تفرولهاش من بعضيها. وهبدأ كده اقطعها زي ما انت شايفة كده بنفس الطريقة، واسويها كده بايديا زي ما انت شايفة. الرول بيطلع معاكي زي ما انت شفتيه في اول الفيديو. هجيب كده معلقتين لبن، يعني هغطسها كده من بره خالص كده في العجينه عشان خاطر الزق عليها السمسم بتاعي. كمان عايزه اقولك اللبن ده بيديها الوش اللي انت شايفاه الاحمر ده الجميل اللي بيبقى لونه ذهبي كده وجميل. وعايزه اقولك فعلا فعلا الوصفه جميله جدا، وكانت ناعمه وطعمها بجد حكايه. عايزاك تجربي الوصفه ديت وتقولي لي رايك فيها في التعليقات، ولايك وشير لو عجبكم الفيديو، واقول لكم باي باي.